سيداتي سادتي، نقدم إليكم ما يحصل في شمال شرق سوريا من جماعات المسلحة التابعين لقسد. كما جاء عاجل على شبكة أخبار دير الزور، قامت ميليشيات قسد الإرهابية بتنفيذ حملة اعتقالات واعتقال في بلدات الشعيطات بحثا عن عناصر بالجيش العربي السوري الذين دخلوا لزيارة أقاربهم في مدينة أو محافظة دير الزور. طبعا هذه الاعتقالات تمت اليوم مساء بعد الاتفاق ما بين قسد مظلوم عبدي ورئيس الجمهورية العربية السورية بالأمس عن اتفاقات بتسليم الأسلحة وبعدم إطلاق النار وبكافة الطرق السلمية. ولكن اليوم نحن نريد من جميع الأحرار والمتابعين بنشر والمتابعة، جزاكم الله خير، لكي يصل. فقامت هذه الميليشيات، سوف نعتبرهم ميليشيات لأنهم قاموا باعتقال الأمن التابع للجيش العربي السوري الذين قاموا بزيارة أقاربهم في محافظة دير الزور، نكرر منطقة الشعيطات، بحثا عن الجيش العربي السوري الذين دخلوا اليوم. فهذا انتهاك صارح من قوات قسد الذين يدعون بأنهم تحت المكون السوري، وسوريا حرة موحدة لكافة الأطياف الشعب السوري. فهذا أول انتهاك، نرجو التعميم على أوسع نطاق لكي يصل لقنوات والإخبارية وجميع الإعلاميين، مشكورين. وطبعا هذه بالإثباتات وبالفيديوهات، ولن نقوم بنشر جميع الفيديوهات موجودة على جميع التواصل الاجتماعي، ولكن يجب علينا التعميم بأنه انتهاك صارح وانتهاك واضح ضد هذا الاتفاق الذي تم في الأمس. فتقوم جماعات، سوف نقول عنها جماعات إرهابية مسلحة تابعين لقوات قسد، باعتقال الجيش العربي التابع للأمن تحت مسمى وزارة الدفاع السورية. ولكم التعليق، وشكرا.